طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الأخ يشكو من زوجته ويقول بأنها تظن أن كل من يتصرف حولها يتصرفون من واقع تأثير الجن والسحر إلى غير ذلك، وعندها بعض الوساوس. المهم يتزوج عليها وهي تأمره بأن يطلق امرأته إلى غير ذلك. فأنا أنصح أختي الكريمة الفاضلة أن تصبر وأن تتحمل، وأن تعلم يقينا أن زواج الرجل بالثانية أو بغيرها هذا أمر مشروع شرعه ربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تكره وأن تبغض أمرا شرعه الله جل وعلا، لأن الذي أودع في المرأة المسلمة الغيرة هو الذي شرع للرجل، ولا يمكن على الإطلاق أن يشرع الحق تبارك وتعالى ما يصادم به الفطر التي فطر النساء عليها. لكن ليس معنى ذلك أن يترك الزوج الذي تزوج على امرأته أن يترك الزوجة الأولى كالمعلقة، وأن يهمل الأولى إهمالا كليا، وأن يرتمي في أحضان الزوجة الأخرى، وأن يظلم هذه الزوجة الأولى مع أولادها. هذا ظلم لا يليق ولا يجوز. لكن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد أنه تزوج امرأة أخرى إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن يظلم هذا الرجل هذه المرأة الأولى بعد زواجه الثاني. أما أن تطلب منه لمجرد أنه تزوج فهذا لا يجوز. فأيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فرائحة الجنة عليها حرام، ولا يليق بالمسلمة أن تقبل لنفسها ذلك على الإطلاق. لكن على الزوج في المقابل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعدل بين الزوجتين، وأن يعامل الزوجتين معاملة ترضي الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي لأخت الفاضلة ألا تطلب من زوجها هذا الطلب، وإنما تطلب منه أن يعدل بينهما إن كان قد جار في معاملتها أو أساء إليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينهما على الحق، وأن يملأ بيوتنا سعادة ورحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.